والتبارك من التمثيل. هذه الجمله ضروري فايت استعملناها، ولكن كيفاش بنادم كيقدر يحس فاش شي واحد كيكون طالقها عليه. انا كتجيني اننا كنكتسب واحد التجربه مع الحياه اللي كتخلينا نفرشوا الغماقه. داكشي علاش واقيلا الدراري الصغار سهل تغمق عليهم لقاش ناقصين تجربه. في الحاله ديال التمثيل القضيه كتكون مختلفه، لحقاش واخا حنا عارفين بلي الممثلين لاعبين واحد الادوار كنبغيوهم يغمقوا علينا باش ندخلوا في القصه، وهذا بالنسبه لي هو واحد من المعايير اللي كيخلينا نعرفوا واش الممثلين مزيانين ولا لا. في الحلقه ديال اليوم غادي نهضروا على واحد الفيلم اللي خرج في 2024 من اخراج عباسي واللي هو Apprentice، ولكن التركيز ديال هذه الحلقه غادي يكون على الممثل سيباستيان ستان اللي لعب الدور ديال دونالد ترامب. مرحبا بكم في حلقه جديده ديال سوليما بودكاست. كما العاده هذه الحلقه كتدخل في تفاصيل اللي تقدر تحرق لكم القصه، اذا اللي ما تفرجوهش يمشيو يشوفوه عاد يرجعوا. The first rule is the simplest: attack. ديما سبق العيب. Rule 2: admit nothing, deny everything. ديما نكر. Rule 3: you claim victory and never admit defeat. وإلا خسرتي عمرك تعترف بالهزيمه. هادو هما المقادير ديال النجاح في امريكان ديال السبعينات، كيف ما سطر عليهم المحامي المخلوض روي كون، واللي غادي يتبناهم دونالد ترامب كقواعد اساسيه في الحياه ديالو. الفيلم Apprentice كيرجع بينا لسنوات كان فيها دونالد ترامب مازال شباب، السلاح ديالو الوحيد هو الطموح باش يولي مهم، ولكن ما عارفش كيفاش يوصل لديك المرتبه. حتى الطريقة غادي يتلاقى مع المحامي روي كون. الفيلم كنشوفوا فيه كيفاش روي كون غادي يصنع وحش اللي غادي يولي هو براسو واحد من الضحايا ديالو. I made you. Don't you forget that. I made you. Pretty sure I made myself. No, but you were the loser hey, then, listen, and you're still a loser. Okay, Roy, listen, I'm running a business here, okay? هذا الفيلم ماشي غير فيلم بيوغرافي، هو فيلم انتقادي بصفة عامة للسيستم في أمريكان اللي كيشجع الطموح أكثر من العدالة. النتيجة أهم من طريقة. The end justifies the mean. إذن اللي باغي يوصل ما خاصوش يربي الكبدة على النزاهة. هذا الفيلم واخا ما تكونش النية ديال المخرج ديالو انه يكون سياسي، فراه كيعبر على رأي سياسي بغيتي ولا كرهتي. فاش كتعاود القصة ديال شي شخص راه كتعاودها من واحد الزاوية معينة، ولكن جاني الغرض الاول ديال عباسي هو انه يبين كيفاش تصنع ترامب وكيفاش بشوية بشوية بنى الشخصية ديالو ورسخ القناعات ديالو. كاينين بارتيات في الفيلم قاصحة، ولكن لحقاش تبعنا المسيرة ديالو من الأول يقدر عند البعض منا يكون واحد التعاطف مع هذاك الشاب المدهشر اللي شفنا في الأول. الكاستينج دائما مهم، ولكن فيلم بحال هذا كيكون مصيري. إلا جبتي ممثل كيقلد ترامب غادي تمشي ضحية ديال الكاريكاتير، وإلا جبتي ممثل بعيد على ترامب راه غادي تمشي لك هذيك المصداقية. إذن خاصك تمشي على واحد الحبل رقيق ما بين هاد الجوج ديال الجوايه، وخاص يكون عندك واحد الممثل اللي قادر يضرب ويقيس. دونالد ترامب فارض الوجود ديالو في التلفازة في انترنت، كلنا كنعرفوا لاش كيشبه. Are you talking to me? كيفاش كيدوي، I do a good job? I can't do better than that. كيفاش كيتحرك. A lot of people have given me an A. Somebody gave me an A+. والناس اللي قلدوه منهم عداد. 11 Trump imitators competed at Los Angeles Comedy Club, the Laugh Factory. You guys are wrong, and you're gonna get fired, you. I am going to bring back a thick stream of jobs back into this country. وبلا ما نشعروا ولينا بزز منا اخصائيين في دونالد ترامب. اذا فاش ممثل غادي يلعب الدور ديالو في فيلم راه كل شيء غادي يكون حاضي غير ناقصه. ولكن رغم ذلك سيباستيان ستان دار واحد تشخيص لي واعر واللي خلاني انا شخصيا نغطس في الفيلم من الاول حتى الاخر. داكشي علاش في هذا الفيديو غادي نحاول نفهم كيفاش سيباستيان ستان توفق في هذا الدور. I got flair and I'm smart, so I think that's going to make me successful. But I also want to stay humble.
فاش كنهضروا على التشخيص كاينين واحد جوج ديال العوامل اللي كيدخلوا بعين الاعتبار. الاول هو كيفاش تلبس الشخصيه، الشكل ديالها الخارجي، مثلا الكويبا، الوزن، اللباس، الطريقه ديال الهضره، الطريقه ديال المشيه الى اخره. والشق الثاني هو كيفاش الممثل يتبنى الشخصيه، يعني كيفاش الشخصيه اللي كيلعب كتفكر، باش كتآمن، شنو هي البوصله الاخلاقيه ديالها. وهذا الشق الاخر هو اللي صعيب وهو اللي كيتطلب بزاف ديال المجهود للممثل. مثلا الممثل كيبكي لقى الشخصيه في السيناريو كتبكي، ماشي بحال الممثل اللي لحقاش فاهم الشخصيه والموقف اللي فيها كيبكي. الدموع اللي كينزلوا على الحنك في الصوره كيبانوا بحال ولكن المذاق ديال الدمعه ماشي كيف. باش نبسط في هذه الحلقه غادي نهضر دغيا على المدارس ديال التمثيل الغربيه، وغادي نهضر على جوج ديال الشقوق ديالها، واللي هي المدرسه التمثيل الكلاسيكي اللي بدات في المسرح والسنوات الاولى ديال السينما، والطريقه ديال ستانيسلافسكي اللي غادي تعطينا الميثود اكتين من بعد، واللي جات مورا هذيك الحقبه الكلاسيكيه. هاد الجوج ديال الطرق واخا الغرض ديالهم هو ان الممثل يوصل لتشخيص ناجح، الطريقه ديال الخدمه فيهم مختلفه. الطريقه الكلاسيكيه مبنيه على المظهر، الممثل خاصو يشبه الشخصيه، وغالبا البناء الدرامي كيركز على الملاحظه والتقليد. وهذا التقليد هو الطريق باش الممثل يحس بداك الشيء اللي كتحس به الشخصيه من الداخل. المشكل ديال هذه الطريقه هو ان الممثلين كيقدروا دغيا يطيحوا في الزياده فاش كيكون نقطه الانطلاق ديالك هو المظهر الخارجي. كتقدر تزيد فيه عن حسن النيه باش تقرب للشخصيه خارجيا، الشيء اللي يقدر يطيحنا في الصور النمطيه ستيريوتايبس، خصوصا ان الناس المظهر الخارجي ديالهم غالبا كيكون قوقعه ديال الحمايه من التخوفات ديالهم، الانسكيورتيز، وسادين على الاحاسيس ديالهم الحقيقيه في قلبهم. اذا فاش كتاخذ المظهر الخارجي كمرجع راك غالبا كتمشي غلط. الممثلين كلاسيكيين كانوا كيطيحوا دغيا في الاكزاجريشن، ولكن كجميع الاشياء في الحياه باش نقدروا نحكموا عليهم مزيان خاصنا نحطوهم في الاطار الزمكاني ديالهم، في الكونتكست. الممثلين كانوا كيزيدوا فيه لحقاش الوقت كانت باغيه داكشي. راه كنهضروا على وقيته اللي كان فيها الممثل اولا كيلعب في المسرح، يعني التركيز على الملامح ديال الوجه ديالو كتبان واقيلا للصف الاول ولا الثاني، اما الناس اللي اللور راه يقدر ما يبانش ليهم مزيان. اذا من الضروري على الممثل في الاداء ديالو ما يخليش الشك، لا كان معصب خصو يشير بيديه، ولا كان كيضحك خصو يتمرمد في الارض. فاش غادي يبدا السينما واخا الشاشه غادي تكون كبيره، فراه غادي يكون ناقصها واحد الشيء ضروري للجمهور باش يفهم القصص، واللي هو الصوت. الصوره بلا صوت راه ما كتعاودش القصه كامله. وهنا فين الممثل حتى هو ما عندوش خيار من غير انه يمثل معيق باش كل شيء يفهم المزاج والنيه ديالو في التمثيل. والشكل الخارجي ديالو خاصو يكون تابع صوره نمطيه. الا كان شرير خاصو شي سيكاتريس، ولا كان ظريف خاصو كوستيم ومشطه ديال الجنب. وفي التعبير على المشاعر ديالو خاصو يركز على الحركه المعيقه. اذا الا كان معصب خاصو يشير بيديه، ولا كان كيضحك خاصو يتمرمد في الارض. في روسيا في البدايه ديال القرن العشرين ستانيسلافسكي غادي يكون واحد من الناس اللي باغين يبدلوا الطريقه ديال التمثيل باش يحاول يتقرب من الحقيقه الانسانيه ويقلب على الصدق عند الممثلين. وباش الممثلين يوصلوا لهذاك الصدق خاصهم بالنسبه ليه انهم يفهموا الشخصيه اللي غادي يلعبوا من الداخل. وهنا فين كيكون الفرق كبير. باش تلعب شي دور خاصك دير ليه شي تحليل بسيكولوجي، تفهم الدوافع، المحيط، العلاقه ديال الشخصيه مع الشخصيات الاخرى، مناش كيخاف، شنو كيبغي، باش فاش تبدا تمثل الدور ديالو يكون عندك الباك ستوري كامله، ماشي بحال الا الشخصيه يلاه بانت قدام الكاميرا. الطريقه ديال البناء الدرامي هو العكس ديال الكلاسيكي، كتبدا من الداخل باش تبرر شنو الناس كتشوف من برا. فاش الصوت غادي يبدا في السينما في البدايه ديال القرن العشرين، وهذا التطور التكنولوجي غادي يحرر كاع الناس اللي خدامين في السينما. الكتاب غادي يقدروا يستخدموا الحوارات، المخرجين غادي يقدروا يعاودوا قصص معقده، والممثلين غادي يقدروا يتحرروا من القيود ديال الا كان معصب
خاصو يشير بيديه، ولا كان كيضحك خاصو يتمرمد في الارض. الممثل غادي يقدر يعبر بالملامح، بالنبره ديال الصوت، وحتى بعدم الحركه. في الفيلم دي Apprentice سيباستيان ستان فهم دغيا بلا ماشي الشبه ديالو مع دونالد ترامب اللي مهم، ولكن الفهم ديالو ديال التحول الداخلي اللي غادي يعيشوا بالمعاشره ديالو مع روي كون. سيباستيان ستان غادي يستعمل التدرج بالاضافه ديال حركات ونبرات صوتيه كلما دونالد ترامب كيتحول في القصه. غادي نركزوا على 3 ديال اللقطات اللي كتبين هذا التدرج والتحول. اللقطه الاولى في الفيلم فاش كيكون في كلوب بريفي مع واحد السيده واللي كيحاول انه يعيق عليها بالمعرفه ديالو ديال الناس المهمين اللي كاينين في ديك البلاصه. هاد النولج اللي كيحاول يبرر به الوجود ديالو تما، السيده غادي تطج وتمشي في حالاتها. في هذه اللحظه كنشوفوا كيفاش دونالد ترامب فاش بقى بوحدو ما مرتاحش غير من البودي لانجويج ديالو، يديه مجموعين وعينيه كيشوفوا في السماء. من بعد ما غادي يتلاقى مع روي كون وغادي تبدا الفورماسيون ديالو، غادي يبدا يربح شويه بشويه ثقه في النفس حتى يفهم القوانين ديال النجاح. سبق العيب، عمرك تعترف بشي حاجه، وإلا خسرتي عمرك تعترف بالهزيمه. ولكن اللقطه اللي غادي تكون تيرنينج بوينت ديالو هو فاش روي كون غادي يوريه كيفاش كيسجل المذكرات ديال اصحاب السلطه باش دائما يستعمل التهديد للوصول للاهداف ديالو. هنا دونالد ترامب غادي يدوز من فهم قوانين النجاح للتقبل ديالها، بحال داز من نظريه للتطبيق. You have to be willing to do anything to anyone to win. Well, it's illegal. Oh, it's illegal? Donald, wake up. Do you understand what I'm telling you? وفاش روي كون غادي يعري على السيستم ديالو كيفاش خدام، الاختيار اللي غادي يدير دونالد ترامب في بلاصه ما يوقف ضد الابتزاز هو انه يبرر. I mean, America's the biggest client. That's right. أمريكان هي أكبر زبون. ابتداء من هذه النقطة الفران الوحيد ديال الأخلاق غادي يتقطع، وكل شيء غادي يولي مبرر من أجل الفوز والنجاح. غادي نشوفوا كيفاش مع عملية التجميل، الإدمان على الأدوية، ترامب غادي يولي عنده طموح ما عنده حدود. واحد من اللقطات اللي كيبينوا أنه اختر ونضج في السيستم هي في اللقطة ديال الاستجواب ديالو مع رونا باريت، اللي غادي نشوفه شخص بعيد على الشاب المدهشر في الكلوب بريفي ديال الأغنياء. غادي نشوفه راجل أعمال مستعد يمشي حتى القمة ديال هرم السلطة في أمريكان. What if you lost your fortune today? What would you do? Well, Maybe I'd run for president. I don't know. Well, you do very well. Well, I'm only kidding, obviously, when I say that. I'm just being facetious. No, it's a good answer. هاد اللقطة اللي يلا شفنا خلطت فيها الحقيقة والخيال باش نهضر على عامل آخر اللي عاون سيباستيان ستان في الأداء ديالو، واللي هو البحث. لحقاش عدد ديال الفيديوهات على ترامب كتار بزاف خلاو أنه يحلل بدقة أكثر الشخصية، ولكن في نفس الوقت هاد الكثرة ديال الفيديوهات تقدر تشكل واحد الخطر ديال الوقوع في التقليد. سيباستيان ستان عرف كيفاش يوازن مرة أخرى، وعرف يتخلى على البحث في الأخير باش يعاود يبني الشخصية بطريقة عضوية. في بلاصة ما يشوف كيفاش ترامب كيتفاعل مع شي موقف غادي يولي يقدر هو يحاول يستنتج التفاعل ديالو من التحليل اللي داروا من قبل. المخرج علي عباسي هو لعب واحد الدور في مساعدة الممثل للوصول لهذه النتيجة، وأيضا المخرج اللي كيتقبل الاقتراحات ديال الممثل راه هي مزية. سيباستيان ستان كان عارف بلا التقرب للمظهر الخارجي خاصو يكون مينيماليست، يعني الإضافات ديال المكياج والبروستاتيكس خاصهم تبقى في المينيموم باش ما تشوش على الأداء ديالو، والتركيز ديالهم كامل خاصو يكون على النفسية والاعتقادات ديال دونالد ترامب. We were trying to find the right balance of prosthetics. I think we were both kind of wanting less is more approach on this. The essence was more important than the likeness. في القصة وكلما دونالد ترامب كينجح في الأعمال وكيفرض راسو على المجتمع والسلطة، كلما الحركات ديالو كتبدل والنبرات ديال الصوت ديالو كتغير وكتولي أقوى. وسيباستيان ستان عرف يدخل هاد التغييرات بتبرير النفسي ديال الشخصية، وفاش التحولات كيدوزو بشوية
وبالقياس حنا كجمهور ما كنحسوش بداك الفرق بطريقه عنيفه بروتال. في السينما من اهم الادوار اللي عند المخرج ماشي هي الصوره ولا الخدعه البصريه، ولكن توجيه الممثلين نحو الاداء المثالي. وبالنسبه لي هذا الدور خاصو يكون موضوع الاهتمام الاقصى ديالو، لان الجمهور فاش غادي يجي يشوف الفيلم واخا عارف ان التمثيل ماشي ديال بصح، فراه بالصدق والتوازن ديال الممثل يقدر يستسلم للخدعه ويعيش السحر ديال السينما. شكرا للتتبع ديالكم لهذه الحلقه ديال السينما بودكاست. نتلاقاو قريبا في حلقه جديده. تهلاو في ريوسكم.